السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، اليوم نحن في درس جديد، واليوم سأريكم كيفية تفعيل المساعد الشخصي كورتانا في ويندوز 10. فبعض الأشخاص لم يتمكنوا إلى حد الآن من تفعيله، ومن بينهم أنا، ولكن تمكنت من تفعيله كما ترون ببعض الخطوات البسيطة. لنرى هذه الخطوات البسيطة. أولا عليكم التوجه إلى الإعدادات بارامتر، من ثم إلى إيرلاند، ومن ثم إلى ريجيون إيرلاند. وكما ترون أنا أستخدم اللغة الفرنسية، لذا اخترت البلد فرنسا واللغة الفرنسية فرنسا. ستبحثون هنا عن الفرنسية إذا كنتم تستخدمون طبعا الفرنسية. وها هي الفرنسية، ومن ثم نختار فرنسية فرنسا، فرنسي فرانس، ومن ثم نضغط عليه ونضغط على définir comme langue par défaut، ومن ثم نعيد تشغيل الحاسوب والمشكلة ستحل إن شاء الله. أما للذين يستخدمون الإنجليزية فعليكم أن تختاروا États-Unis أو United States، ومن ثم تختاروا هنا الإنجليزية English، من ثم تختاروا الإنجليزية English United States، أنجلي États-Unis، ومن ثم تذهبون إليه وتضغطون على définir comme langue par défaut. أنا لن أضغط عليه لأنني أستخدم الفرنسية. ومن ثم تعيدون تشغيل الحاسوب والمشكل سيحل إن شاء الله. والآن نحن حلقتنا قربت على الانتهاء، وفي الأخير أقول عليكم إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علي بزر لايك وسبسكرايب وتعليق تحفيزي أو تعليق إذا كان لديكم مشكلة في الأداء أو أي مشكلة لديكم في ويندوز أو أندرويد، اقترحوها علي في الكومنت وأنا سأضع فيديو لها إن شاء الله. دمتم سالمين، إلى اللقاء.